بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب منصة افهم المتميزين، يشرفني النهاردة إن احنا نبدأ مع بعض شغلنا في النحو. وطبعا عشان نبدأ نحو قلت إن احنا نراجع كده على، مش عايزين نراجع مراجعة تغلس عليكم، عايزين مراجعة مفيدة ناخدوا الدروس اللي احنا ممكن نحتاجها أثناء دراستنا لمنهج الصف الأول الثانوي. والحقيقة أول درس حسيت إن هو ضروري إن نتكلم عنه هو درس أنواع الخبر. أنواع الخبر يا مستر برغم سهولة الدرس ده إلا إن هذا الدرس مرتبط بدروس أخرى بتبقى بنفس الطريقة، زي الحال وأنواعها والنعت وأنواعه. لو جينا كده نتكلم على أنواع الخبر، أنواع الخبر كلكم طبعا عارفين وشاطرين إن الخبر على ثلاثة أنواع: خبر مفرد، وخبر جملة، وخبر شبه جملة. الخبر الجملة، أيوة، عندنا جملة اسمية أو خبر جملة فعلية. والخبر شبه الجملة عندنا خبر شبه جملة جار ومجرور أو شبه جملة ظرف. بالرغم من إن كتير فيكم هتقولوا إيه يا مستر البداية دي، إلا إن الدرس ده والتقسيمة دي لازم تكون عارفها كويس وعندك إتقان في استخراج الخبر، عشان ده نعوزه في الدرس الأول اللي هو كان لما بتكون تامة أو الأفعال الناقصة والأفعال التامة. هنعوزه كتير من الأسئلة هتكون محورها الخبر نوعه إيه، هو مفرد ولا جملة. زائد إن الدرس ده بيكون مرتبط، درس أنواع الخبر نفس الرسمة دي بنرسمها هي يعني أنواع الخبر طبعا هي انواع خبر ان، هي انواع خبر كان. ايضا لما بناخد الحال وانواعها بنقسم نفس التقسيمه: حال مفرده، حال جمله، حال شبه جمله. ولما بناخد برضو النعت وانواعه بنقسم نفس التقسيمه: النعت نعت مفرد، ونعت جمله، ونعت شبه جمله، نفس التقسيمه كده. فيعني اكتر خريطه معرفيه عايزك تعرفها هي دي بتاعه انواع الخبر. نفتكر كده مع بعض. طبعا الخبر المفرد ما فيهوش اي مشكله. لما بنقول السماء صافيه نقول مصر العظيمه باقيه. بالرغم من ان الخبر المفرد المفروض ان هو اسهل الانواع، الا احيانا زي الجمله دي كده: مصر العظيمة باقية. فين الخبر؟ العظيمة ولا باقية؟ مصر العظيمة، أيوة، نعت. العظيمة نعت لأن مصر علم والعظيمة معرفة. باقية خبر مفرد. مصر العظيمة باقية. أقول الطالب المجتهد ناجح. نفس الجملة بالظبط: الطالب مبتدأ، المجتهد نعت، وناجح خبر. مش عايز اطول عليكم في الخبر المفرد، هتجيلنا حاجات ان شاء الله في التدريبات هنستخرج منها انواع الخبر، وهيبقى في بعض الاسئله على الخبر المفرد يبقى فيها شويه صعوبه هنجيلها في حينها. الخبر الجملة، جملة اسمية أو جملة فعلية. وطبعا لو قلنا إيه أصعب نوع في أنواع الخبر هو الخبر الجملة الاسمية. وطبعا أنتوا عارفين أنه لابد من وجود ضمير أو رابط يعود على المبتدأ الأصلي ويطبق في النوع والعدد. نفتكر كده بمثال، نقول مثلا الطالب خطه
جميل. الطالب ادي مبتدا، ماله الطالب ماله. تعريف الخبر هنا، الخبر ما يتم به المعنى. من النقط المهمة قوي اللي لازم نبقى عارفينها كويس، الخبر ما يتم به المعنى، الكلمة أو الجملة أو شبه الجملة التي تتمم معنى المبتدأ هي دي الخبر. ده التعريف المظبوط، هو اسمه خبر لأنه يخبرنا عن المبتدأ. فلما يجي لك كلمة أو جملة أو شبه جملة تتمم معنى المبتدأ أو تخبرنا عنه، هي دي بتكون الخبر. فأقول الطالب ماله؟ خطه، هنا خطه لم تكمل المعنى. جميل، هنا الجملة على بعضها، خطه جميل، دي شدة وضمه، خطه جميل. طيب عندنا بقى حاجة مهمة هنا اللي هي الضمير، ده اللي بنقول عليه الرابط. الرابط هنا لازم يكون في ضمير يعود على المبتدأ الأصلي ويطبق في النوع والعدد. ده شكل كده الخبر الجملة الاسمية، طبعا عارفينه مش عايزين نطول فيه عشان ما تزهقوش مني. نعرب خطه ايه؟ مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وجميل خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأصلي. ده أصعب نوع في أنواع الخبر اللي هو الخبر الجملة الاسمية. أقول المصريون، نجيب لون تاني كده. المصريون كلمتهم واحدة. المصريون ده المبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مالهم؟ كلمتهم، ما ادتنيش المعنى. طب المصريون واحدة، ما ادتنيش معنى. لكن الخبر هنا على بعضه هو الجملة الاسمية كلمتهم واحدة. المصريون مالهم؟ كلمتهم واحدة. فين الرابط بقى؟ الشاطر يقول لي الرابط. الضمير اهو، هم، يعود على المبتدأ الأصلي ويطبق في النوع والعدد. المصريون مذكر، هم لجمع الذكور. المصريون جمع، هم للجمع. ده معنى لابد من وجود رابط يربط الجملة الاسمية بالمبتدأ الأصلي، يعود على المبتدأ الأصلي ويطابقه في النوع والعدد. هنعرف ازاي؟ هنعرف كده كلمتهم مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وواحدة خبر للمبتدأ الثاني. وساعات الاختيارات ممكن كلمة واحدة ويحط كده اختيارات، يقول لك خبر ولا خبر للمبتدأ الثاني. هتلاقي في الاختيارات الاثنين، هي خبر يعني خبر للمبتدأ الأصلي، ولا شرطة خبر للمبتدأ الثاني، ولا يجيب لك اختيارين تانيين. فأنت هتختار إيه؟ تختار إن كلمة واحدة خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الاسمية كلها على بعضها في محل رفع خبر للمبتدأ الأصلي المصريون. الخبر الجملة الفعلية يعني بشوف ان هو من الحاجات السهلة، يمكن اسهل كتير من الجملة الاسمية بالرغم من ان الاثنين خبر جملة. خبر جملة فعلية نقول مثلا محمد يكتب، جملة خلصت. ادي محمد مبتدأ، يكتب ما بنعرفش طبعا خبر، ما بنعرفش خبر، ما بنعرفش كلمة خبر غير الخبر المفرد فقط هو اللي بيعرب خبر.
لكن هنا في الجمله الاسميه بتعرب مبتدا وخبر، مبتدا تاني وخبره، وبعد كده في الجمله الفعليه بتعرب هنا فعل وتدور على الفاعل، طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وبعد كده تقول الجمله الفعليه في محل رفع خبر للمبتدا الاصلي اللي هو محمد. ده كده الخبر والجمله الفعليه، وهنحتاجه كتير فيه لما ناخده ان شاء الله قياده واخواتها، لان هي الخبر بتاعها لازم يكون جمله فعليه فعلها مضارع. الخبر شبه الجمله الجار والمجرور، زي ما نقول مثلا المعلم في الفصل. المعلم مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه، في حرف جر، الفصل اسم مجرور، وبعد كده نقول وشبه الجمله من الجار والمجرور في محل رفع خبر للمبتدا اللي هو كلمه المعلم. اخر حاجه الظرف، لما نقول القاضي فوق المنصه، مش منصه افهم، المنصه بتاعت القضاء. القاضي فوق المنصه، فوق طبعا القاضي مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره، فوق ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. وطبعا المنصه مضاف اليه، بعد الظرف بيجي مضاف اليه. وشبه الجمله من ظرف المكان في محل رفع خبر المبتدا. عشان في كتير مع الاسف من الطلاب بيجي يقول لي ده الخبر فيعرب فوق خبر، لا، فوق بتعرب ظرف مكان، لو تحتها خط تعربها ظرف مكان، وبعد كده تقول شبه الجمله من ظرف المكان في محل رفع خبر. مثلا على الخبر الظرف الزمان نقول مثلا الموعد او اللقاء غدا. كلمه غدا هنا ظرف زمان وبرده منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وبرده نكتب نفس الاعراب ده. وشبه الجمله في محل رفع خبر المبتدا، يعني الموعد مبتدا، غدا نعربها ظرف زمان منصوب، وشبه الجمله في محل رفع خبر المبتدا. ده كده بكل بساطه مراجعه سريعه وبسيطه، ما كترتش، لان انتوا المفروض طبعا عارفين الدرس ده كويس، خدتوه في اولى اعدادي وخدتوه يمكن قبليها، بس دايما بقول ان ده عمده الدروس بالنسبه للمرحله الاعداديه واولى ثانوي، وهتحتاجوا لغايه ثالثه ثانوي، لا يخلو منه امتحان. لازم في الامتحان ممكن تلاقي سؤال على انواع الخبر. الخبر ده نوعه ايه؟ يكون مرتبط بقاعده من اللي عندك، زي كان سواء الناقصه او التامه، زي ما هناخده ان شاء الله في الدرس الاول. كمان من اهميه الدرس ده زي ما قلت لك ان نفس المخطط ده اللي هو انواع الخبر هنشيله هو ونكتب كده الحال وانواعها، ونقسم نفس التقسيم. نكتب النعت وانواعه ونقسم نفس التقسيم. في حاجه كده عايزين نقول عليها، عاوزين نتكلم بقى عن الدرسين اللي جبت سيرتهم دلوقتي، الحال وانواعها والنعت وانواعه. قبل ما ناخدهم عايزكم نعمل جدول كده مع بعض للاسماء. معظم الاسماء اللي خدناها اما بيكون الاسم مرفوع او منصوب او مجرور، صح كده؟ او حاجه بقى مهمه قوي انا راسم الرسمه دي عشانها، يكون من التوابع. يعني ايه من التوابع؟ واحده واحده كده ناخد دول وبعد كده نقول يعني ايه التوابع. انا عارف الشاطرين بتوعكم عارفين، لكن برضو نبدا كده. المرفوعات خدنا مثلا المبتدا، الخبر دائما مرفوع
الفاعل دائما مرفوع. نائب الفاعل. تمام. ايه كمان؟ اسم كان، خبر ان طبعا واخواتها. دي من المرفوعات. ناخد كده، مش لازم نلم كله بس قولوا كده معايا. المنصوبات اللي خدناها زي ايه؟ كل المفاعيل، المفعول به، المفعول لأجله، المفعول المطلق. ايه تاني؟ الظرف. خدنا ايه تاني من المنصوبات؟ الحال. منصوبة دائما، لأن كتير من الطلبة بيختلط عليه الحال. لما أخدتوا درس الحال وأنواعها في تانية إعدادي فبيختلط عليكم الأمر بعض الطلاب وبيظنوا إن الحال من التوابع، فيقول لو في جملة مثلا حال جملة اسمية فيقول دي في محل رفع، يفتكرها زي النعت. لا، الحال من المنصوبات، دائما منصوب. وعندنا كمان التمييز غالبا بيكون منصوب واحيانا بيكون مجرور، زي ما خدنا كده في درس التمييز في تانية اعدادي. المجرورات اللي خدناها طبعا الاسم المجرور بعد حرف الجر. خدنا كمان طبعا المضاف اليه. وبعض انواع التمييز بيكون مجرور. التمييز في بعض الأحيان بيكون مجرور، زي مثلا تمييز الأعداد من 3 ل 9 بنقول إن هو جمع مجرور بالإضافة. التوابع، فاحنا حطينا التمييز هنا وهنا، لكن التمييز أصله إن هو من المنصوبات، لكن أحيانا بيكون مجرور. كل ده بقى أنا كاتبه عشان التوابع. التوابع اللي خدناها 4 دروس. أيوه، النعت اللي هو الصفة، التوكيد، والعطف. هنقول بقى المعطوف، نقول الكلمة على طول. ماشي؟ النعت، التوكيد، المعطوف. واخر درس خدتوه دول كانوا في تانية اعدادي، واخر درس خدتوه في ثالثة اعدادي كان درس البدل. ال4 موضوعات دول اللي بالازرق اسمهم التوابع. يعني ايه التوابع؟ يعني ولا بنحطهم مع المرفوعات ولا المنصوبات ولا المجرورات. امال ايه؟ تقدر تقول كده ان الدروس دول ما عندهمش شخصيه. كل درس في دول بيتبع اعراب الكلمه اللي هو مرتبط بيها. يعني ايه؟ النعت يتبع المنعوت في الاعراب، التوكيد يتبع المؤكد منه، المعطوف يتبع المعطوف عليه، والبدل يتبع المبدل منه. دي كده باختصار غالبا يعني معظم اعراب الاسماء اللي احنا خدناها. اللمه دي عشان تفرق لي وتعرف ان التوابع كل درس في دول بيكون اعرابه مرتبط بالكلمه اللي قبلها زي ما وضحت، وكمان تعرف ان الحال من المنصوبات وليس من التوابع. تمام؟ نخش بقى على درس الحال والنعت. عايز اخد الدرسين دول لان هم زي ما قلت كده مرتبطين بنفس تقسيمة أنواع الخبر، النعت وأنواعه. في النعت بناخد النعت المفرد كده لوحده، له قاعدة لوحده، أن النعت المفرد يتبع المنعوت في 4 حاجات. النعت المفرد يتبع المنعوت في 4. أول حاجة التعريف أو التنكير. يا الكلمتين
بيكونوا نكره يا الكلمتين بيكونوا معرفه. تاني حاجه النوع، هنكتب امثله دلوقتي. تالت حاجه العدد. رابع حاجه بيترتب على الثلاثه دول الاعراب. يعني ايه؟ ناخد كده كم مثال. نقول مثلا اللاعبون الماهرون فائزون. هنا ادي النعت. كلمة اللاعبون هتبص تلاقيها مذكر، كلمة ماهرون مذكر، كلمة اللاعبون جمع، كلمة الماهرون جمع. ده معنى العدد، الاثنين جمع. ده معنى النوع، الاثنين مذكر. بعد كده التعريف او التنكير، الاثنين بادئين بلام. خلاص؟ ممكن اقول اعجبني لاعبين ماهرين. بص هنا اعجبني لاعبين مفعول به، اعجبني اسف لاعبان ماهران. اعجبني لاعبان، لاعبان فاعل، الياء هنا في محل نصب مفعول به، ياء المتكلم دايما هو ضمير نصب لما يتصل بالفعل يكون مفعول به. اعجبني لاعبان ماهران. هنا لاعبان مثنى، ماهران مثنى. لاعبان مذكر، ماهران مذكر. لاعبان نكره، ماهران نكره. هنا دي معرفه ومعرفه. بعد كده الاعراب بيترتب على كل الثلاثه دول ان هنا ده فاعل مرفوع علامه رفعه الالف، ماهران نعت مرفوع وعلامه رفعه الالف لانهما مثنى الاثنين. طيب ايه بقى اللي عايز تقوله؟ في هنا في التعريف او التنكير ممكن نقول كذا حاجه زي المثال اللي كنت كاتبه من شويه، مصر العظيمه. اشكال المعارف هنا مصر علم، مصر علم. العظيمه معرف بال، فبيكون ايضا نعت لكلمه مصر. مصر العظيمه المثال اللي كنت كاتبه من شويه باقيه خبر. او مثلا نقول مصر حضارتها العظيمة بهرت العقول. هتلاقي هنا مصر كلمة حضارتها ده مبتدأ تاني. فين خبر بقى المبتدأ التاني؟ حضارتها مبتدأ ثاني. حضارتها العظيمة لا، لأن حضارتها هنا معرف بالإضافة، حضارة زائد الهاء. الهاء ده ضمير يعرف كلمة حضارة. حضارتها يعني حضارة مصر، هو عائد على كلمة مصر. فهنا الضمير لما بيكون الاسم مضاف لضمير فبنقول عليه معرف بالإضافة. فالمعرف بالإضافة ده جه بعديه معرف بال. ده معرف بالإضافة وده معرف بال، يبقى ده نعت لده. ودي من الأشكال الصعبة شوية اللي بيستخدموها جوه الأسئلة زي ما هنشوف إن شاء الله لما نشتغل في المنهج. مصر حضارتها العظيمة بهرت العقول. طبعا دي خبر كلها جملة اسمية، ده خبر جملة فعلية لكلمة حضارتها المبتدأ التالي، والجملة الاسمية كلها في محل رفع خبر لمصر، جملة مركبة شوية. فدي من أشكال النعت اللي ممكن تلخبطنا لما يكون الكلمة جاي وراها ضمير أو حتى اسم ظاهر. أقول
مثال كده اقول مثلا صوت محمد الجميل سبب في شهرته مثلا. صوت محمد، كلمة صوت هنا مبتدأ، محمد مضاف إليه. الجميل، الجميل ده كلمة معرفة اهي، الجميل خبر؟ لا، ما ادانيش الخبر. صوت محمد ماله؟ لو قلنا جميل يبقى خبر، صوت محمد الجميل معرفة لأنه معرف بال. وهنا صوت ده نكرة ما فيهوش ألف ولام لكنه مضاف لمعرفة. الأشكال دي من الأشكال الصعبة وهتقابلنا في الأسئلة. صوت محمد الجميل، يبقى الجميل نعت لكلمة صوت، نعت. صوت محمد الجميل ماله؟ سبب، ده خبر مفرد. تمام؟ دي بعض الأشكال الصعبة للنعت المفرد. طيب نمسح كده شوية عشان ناخد النعت الجملة وشبه الجملة. عندنا النعت الجملة، وطبعا هو على نوعين برضو، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. النعت الجملة جملة اسمية أو نعت جملة فعلية. وبنكمل نفس الرسمة بتاعت زي أنواع الخبر كده، وعندنا نعت شبه جملة جار ومجرور أو ظرف. قلنا إن في النعت المفرد هو له قاعدة كده مختصة بنفسه اللي احنا قلناها، أن النعت المفرد يتبع المنعوت في الأربع أشياء دول. النعت الجملة وشبه الجملة في قاعدة بتحكم ده، افتكر ان انتوا عارفينها، ان الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات. يعني ايه؟ يعني هنا في النعت الجمله وشبه الجمله، لما يكون النعت جمله او شبه جمله لابد ان يكون المنعوت نكره، عكس ما احنا اخدنا هنا. عشان كده بقول النعت المفرد له قاعده لوحده زي ما شرحنا، وهنا قاعده ثانيه نقولها كده مع بعض ونفتكرها وهربطها لكم بالحال دلوقتي. الجمل واشباه الجمل بعد النكرات نعوت او صفات، جمع نعت، نعوت او صفات جمع صفه، الاثنين صح، صفات او بين قوسين اهي او نعوت. يعني معناه ايه؟ معناه ان المنعوت لازم يكون نكره، المنعوت لابد ان يكون نكره، وهي دي التركه اللي بينه وبين الحال. لما اجي اقول، ودي من الحاجات اللي كتير بتقابلنا في الاسئله في الامتحان، يعني النقطه دي جوهريه ومهمه جدا ولازم تحفظ القاعده دي. مثلا نجيب مثال لنعت جمله اسميه، اقول قابلت رجلا شكله غريب. هنا الجمله قابلت فعل وفاعل، رجلا مفعول به منصوب. رجلا هنا نكره والجمله خلصت. قابلت رجلا ماله بقى؟ شكله غريب. اول حاجه كلمه نكره ياتي بعدها جمله تامه متعلقه بها. رجلا يبقى صفته ايه الرجل ده؟ شكله غريب. يبقى هنا ده مبتدا، بنعرفها ازاي؟ مبتدا مرفوع خبر مرفوع، وادي الضمير الرابط اللي قلنا عليه الهاء، يعود على المنعوت ويطابق المنعوت في النوع، يطابق المنعوت في النوع والعدد.
ده الرابط اللي هو شرط ان يكون النعت جمله اسميه او فعليه. طيب النعت، او ناخد مثال تاني مثلا اقول زرت حديقة أشجارها عالية أو كثيفة أو جميلة، أي مثال. زرت فعل والتاء فاعل، حديقة أشجارها ده مبتدأ، عالية خبر، دي جملة اسمية تامة. زرت حديقة مفعول به، وهنا هو نكرة، كلمة حديقة نكرة. مالها بقى الحديقة دي؟ صفتها ايه؟ أشجارها عالية، ده هيعرب مبتدأ وعالية خبر، ونقول الجملة الاسمية في محل، هنا ده منصوب، نقول في محل نصب نعت لكلمة حديقة. طيب الجملة الفعلية مثال، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاء من أقصى المدينة جاء من أقصى المدينة رجل ماله، رجل هنا نكرة، يسعى. كلمة رجل نكرة جاء من أقصى المدينة، إعرابها إيه؟ فاعل مرفوع، جاء رجل من أقصى المدينة، هو الترتيب كده، جاء من أقصى المدينة رجل ماله، يسعى، فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وده الرابط. وجملة يسعى في محل رفع نعت لكلمة رجل. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. رأيت اللاعب يحرز الهدف. رأيت فعل وفاعل، اللاعب مفعول به. ماله بقى اللاعب ده؟ اللاعب هنا معرفة، جملة يحرز الهدف نعم؟ لا، دي تنقلنا بقى لبقية القاعدة ديت، والجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. يعني إيه؟ ده الفرق بين النعت الجملة الاسمية والحال الجملة الاسمية. يعني أقول جاء الرجل يسعى، بقت جملة يسعى حال، لكن أقول جاء رجل يسعى بقت جملة يسعى نعت. هو ده الفرق الوحيد، ودي لازم تكون عارفها، وكتير بتخش بتبقى تركايه جوه القاعده اللي عليك في المنهج، ويدخلك جواها حاجه تخص النعت او الحال بانواعها بقى، سواء الجمله او شبه الجمله. فانت لازم تبقى انت حافظ القاعده دي كويس. قول كده معايا عشان تحفظها وتدونها، من القواعد المهمه جدا. الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات او نعوت، وبعد المعارف أحوال. أنا نقلت النقلة دي عشان مهم أوريك المقارنة هنا، إن العملية بسيطة، ده نكرة وجي بعديه جملة متعلقة بيه يبقى الجملة دي نعت، ده معرفة وجي بعديه جملة متعلقة بيه يبقى الجملة دي حال. طب قال لك حول لي دي زي ما كنا بناخد قبل كده، حول لي دي الجملة دي خليها نعت مش حال، فبكل بساطة هقول رأيت لاعبا يحرز الهدف. بقت بكل بساطة كلمة لاعب هنا بقت نكرة، يبقى الجملة دي بقت نعت في محل نصب نعت. احنا بنعرب عادي فعل وفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والهدف مفعول به في محل نصب
نعت. هنا الجملة دي رأيت اللاعب يحرز الهدف في محل نصب حال، وطبعا الحال مش من التوابع، هو الحال دايما، هي دايما جملة الحال بتكون في محل نصب حال، ماليش دعوة بصاحب الحال عامل ايه، اهم حاجة ان صاحب الحال يكون معرفة. ده كده نعت الجملة الاسمية والفعلية. طيب مثال بقى على نعت شبه الجملة، يقول مثلا رأيت عصفورا على الغصن. ده طبعا جار ومجرور عشان دي اتمسحت، او بيكون ظرف زمان او مكان. رأيت عصفورا طبعا فعل وفاعل، فاعل، عصفورا مفعول به وهو نكره، وبعديه جه جار ومجرور على الغصن. يبقى بنقول هنا شبه الجملة من الجار والمجرور في محل، نشوف بقى هنا منصوبة يبقى نصب نعت، في محل نصب نعت. نفس المثال نجيب بيه على الظرف، أقول رأيت عصفورا فوق الغصن. هنا كلمة فوق ظرف مكان، وكلمة عصفورا هنا نكرة، يبقى هنا شبه الجملة من ظرف المكان في محل برضو نصب نعت لكلمة عصفورا، هنا نكرة. لو قلت بقى العصفور، رأيت العصفور فوق الغصن، يبقى هنا شبه الجملة حال. فهنا الحاجة اللي بتسهل لنا اهي، مش هحرمكم والله اكتبها لكم، رأيت العصفور، زهقتم العصفور؟ طيب رأيت القاضية فوق المنصة، فوق المنصة. هنا كلمة القاضي معرفة، لو قلت رأيت قاضيا يبقى هنا ديت نعت. أقول رأيت القاضي بقت كده شبه الجملة من ظرف المكان، شبه الجملة من ظرف المكان في محل هنا نصب نعت. لو اشتغلنا بدي نصب نعت، لو بالأولى وحال اهي هكتبها لك بنفس اللون، لو اللي هي بالالف واللام، رأيت قاضيا فوق المنصة، ده كده نعت شبه جملة، عشان هنا قاضيا المنعوت نكر، فهو الفيصل كله حتة النكرة والمعرفة. رأيت القاضية فوق المنصة بقت شبه جملة حال، وده الفرق الواضح بين النعت والحال. وعايزين بقى نخش كده ناخد شوية تدريبات على الكلام اللي احنا خدناه ده. ناخد كده تدريب على ما سبق دراسته، على الحاجات اللي احنا شرحناها دلوقتي. نقرأ كده مع بعض الفقرة وهنعرب الكلمات اللي تحتها خط، وبعد كده نستخرج بعض الاستخراجات. العلم قوة جبارة، خطى اللي هو العلم خطى بالإنسان خطوات واسعة نحو التقدم والازدهار، فهو يصنع العقول والأرواح ويزيد الطاقة الإنتاجية في جميع ميادين العمل المثمر، ويساعد على ابتكار الوسائل الناجحة لعلاج كثير من المشكلات التي تواجه البشرية. فيا شباب الوطن، نحن أكثر الناس احتياجاً إلى العلم والعلماء لاستغلال هذه الطاقات المتعددة المعطلة لتحقيق الرخاء لشعوبنا، فنعم ما تتصف به الشعوب العلم. دي الفقرة بتاعتنا. السؤال الأول، أعرب ما تحته خط. العلم
قوة جبارة. كلمة سهلة. طبعا كلمة العلم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. قلنا العلم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. قوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. خطى بالإنسان خطوات واسعة. اعرب لي بقى واسعة كده. خطى فعل ماض، طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على العلم. بالإنسان جار ومجرور. خطوات، خطوات هنا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ايه؟ جمع مؤنث سالم يبقى منصوب وعلامة نصبه الكسرة. طب واسعة هنا من الحاجات اللي بيكون فيها مخالفة لقاعدة اللي هي العدد. هنا واسعة نعت الخطوات. طب يا مستر خطوات جمع وواسعة مفرد. أيوة، ممكن يكون النعت مفرد مؤنث والمنعوت يكون جمع مؤنث سالم أو حتى جمع تكسير. ماشي؟ خطوات واسعة. وهنا الحاجة الثانية ده مفعول به فهو منصوب بس علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. واسعة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هو هنا بيتبع النعت في الحالة الإعرابية، بيتبع المنعوت في الحالة الإعرابية. كلمة خطوات حالتها الإعرابية إن هي مفعول به منصوب. ماليش دعوة بقى بالعلامة. هنا واسعة نعت منصوب بس تاخد بقى العلامة الأصلية للنصب المفرد اللي هي الفتحة، وهنا أخذت العلامة اللي هي بقى فرعية لنصب جمع المؤنث السالم اللي هي الكسر. خطأ. ولازم برضو دي معروفة، معلومة نعرفها، لأن ساعات يجي في السؤال يقول لك إيه؟ استخرج كلمة منصوبة بعلامة فرعية وتكون في الاختيارات، أو الكلمة المنصوبة بعلامة فرعية ويجيب لك الاختيارات. فجمع المؤنث السالم نصبه بالكسرة هو علامة فرعية وليست أصلية. واسعة تبقى نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. برضو من الكلمات الصعبة هي واللي قبلها. نحو التقدم، نحو يعني اتجاه، ونحو بالمناسبة ظرف مكان منصوب. نحو التقدم مضاف إليه مجرور. الواو حرف عطف، برافو عليكم، الازدهار معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة، وده برضو من التوابع اللي كتبناها من شوية. المعطوف بيتبع المعطوف عليه، ده مجرور فإذا ده مجرور زيه. فهو هنا في فاصلة وبعد كده بدأنا الجملة، وهو دوت ضمير مالكش دعوة بالفاء، هو يبقى مبتدأ مرفوع وعلامة، أو ضمير مبني، ضمير غائب طبعا، مبني في محل رفع مبتدأ، وخبره طبعا جملة فعلية. فهو يصنع العقول. يصنع فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، العقول مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والأرواح الواو حرف عطف مبني لا محل له من الإعراب، الأرواح معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة. ويزيد فعل مبني للمجهول، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الطاقة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. القلم دي فتحة، والقلم خدعني شوية. الطاقة الإنتاجية، أيوة، نعت منصوب علامة نصبه الفتحة، في حرف جر مبني لا محل له من الإعراب، جميعي اسم مجرور علامة جره الكسرة، مياديني ولا ميادينا؟ نشوف. في جميع، كلمة ميادين ممنوعة من الصرف، هي هنا مضافة. في جميع ميادين العمل، العمل مضاف إليه مجرور. طبعا كلمة ميادين في ثلاثة هنا، في اثنين مضاف إليه. في جميع اسم مجرور، ميادين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه مضاف لمعرفة. في جميع ميادين العمل، لما بيكون معرف أو مضاف لمعرفة بيجر بالكسر. لما بيكون نكرة
ومفيش بعديه مضاف اليه بيكون مجرور بيجر بالفتحه وقتها. في جميع ميادين العمل المثمر نعت مجرور وعلامه جره الكسره. ننتقل بقى على الكلمه اللي بعديها، كفايه علينا كده. فيا شباب الوطن نحن اكثر الناس احتياجا. هنا كلمه اكثر تلفت نظرنا، نحن اكثر. هنا صيغه افعل التفضيل، قلنا غالبا بيجي بعد صيغه افعل التفضيل بتلاقي ايه؟ ايوه برافو عليكم، تمييز. تمييز منصوب وعلامه نصبه الفتحه. نحن اكثر الناس احتياجا، برضو دي من الحاجات اللي تفتكرها، بعد صيغه افعل التفضيل غالبا بيجي تمييز. الى العلم والعلماء لاستغلال هذه الطاقات المتعددة. الطاقات معرفة والمتعددة معرفة، يبقى إذن والطاقات جمع مؤنث والمتعددة مفرد مؤنث، وقلنا إن ديت تنفع يكون جمع مؤنث وبعديه النعت بتاعه مفرد مؤنث، يبقى هنا كلمة المتعددة نعت. طيب هيكون نعت بقى مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ فانا مضطر هنا لما باجي اعرب نعت انا مضطر ان انا اعرب الكلمه اللي قبلها. فبقول هنا لاستغلال هذه الطاقات، هنا مضاف اليه ايوه المتعدده، هتكون نعت مجرور وعلامة جره الكسر. الطاقات المتعددة لتحقيق، طبعا اللام حرف جر ما هياش لام التعليل، وهنا لازم لما تكون كلمة زي دي وقبليها فاصلة منقوطة، الفاصلة المنقوطة غالبا بيكون بعديها إما لام تعليل بعدها فعل مضارع، وإما لام الجر اللي هي برضو بتفيد التعليل، ولكن طبعا لام الجر بيجي بعدها اسم، فهنا لازم تركز لتحقيق. دي بيحصل فيها لبس ساعات والطلبه تفتكر ان هي فعل مضارع لتحقيقي. الفعل لا يمكن ان يقبل الجر لتحقيقي، فاللام نقول حرف جر مبني لا محل له من الاعراب، وتحقيقي اسم مجرور وعلامه جره الكسر. لتحقيق الرخاء لشعوبنا فنعم ما تتصف به الشعوب العلم. ده كده الإعراب، دي الكلمات اللي عندنا. ناخد اللي بعده، استخرج من الفقرة بدلا وبين نوعه. بص كده دور على بدل، افتكر كده البدل بسرعة مع بعض. احنا قلنا البدل كان عندنا بدل مطابق اللي هو البدل هو المبدل منه، وكان البدل المطابق ده على شكلين، وكان عندنا بدل بعض من كل، وكان عندنا بدل اشتمال، ودول كانوا شبه بعض شوية، الفرق بينهم كان بسيط، لكن بدل المطابق كان له قاعدة لوحده. إما يجي وظيفة أقول جاء المعلم محمد، المعلم فاعل، محمد بدل مطابق، لأن محمد هو المعلم. فده الشكل الأول، بتكون وظيفة أو لقب أو كنية، زي نقول مثلا وظيفة زي نقول خليفة عمر، أو كنية نقول أمير المؤمنين، أو لقب أيا كان، وظيفة أو لقب أو كنية يكنى بها زائد اسم. في الحالة دي الاسم ده يعرف بدل مطابق. ده الشكل الأول. الشكل الثاني إن يجي لنا اسم إشارة وبعده اسم معرف بأل، ولازم طبعا الاسم ده يكون متعلق بيه، ما يكونش متعلق بحاجة تانية قبل اسم الإشارة.
اسم إشارة وبعديه اسم معرف بآلة. دور هنا هتلاقي كده لاستغلال هذه الطاقات. هذه اسم إشارة، الطاقات اللي ما رضيتش أعربه احنا بنقرا عشان نستخرجه هنا، فيبقى البدل كلمة الطاقات. تمام؟ ده بدل ونوعه ايه؟ هنكتب نوعه بدل مطابق، يبقى كلمة الطاقات ونوع البدل هنا بدل مطابق. طبعا سؤال ما يجيلناش في الامتحان في اولى ثانوي، لكن تذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ممكن تنفعنا جوه السؤال، تبقى جوه السؤال نفسه. استخرج اسلوب مدح. طبعا لسه فاكرينه، ده كان الترم الثاني. ايوه، فنعم ما تتصف به الشعوب العلم، ده كده اسلوب المدح. ادي فعل المدح، وادي الفاعل اسم موصول، والجمله اللي بعد اسم الموصول دي لا محل لها صله الموصول، وادي العلم اللي هو طبعا بيعرب ايه؟ خبر. له اعرابين، مبتدا الخبر محذوف، او طيب خبر المبتدا محذوف او مبتدا مؤخر. بعد كده منادى واذكر نوعه. المنادى سهل، ايوه، يا شباب الوطن. نوعه ايه؟ شباب الوطن، شباب الوطني. تمام، يبقى منادى مضاف. ادي علم لنا عليه شباب ونوعه مضاف. اللي بعده ممنوعا من الصرف. عندنا كذا كلمه ممنوع من الصرف، تختار اللي انت تعجبك. احنا واحنا بنشرح كنا اشرنا لكلمه ميادين، قلنا دي ممنوعه من الصرف اللي هي صيغه منتهى الجموع، يكون جمع تكسير اوسطه الف مد بعديه حرفين، يبقى ممنوع من الصرف على طول، زي كلمه مساجد، او كنائس برضو بعديه حرفين، ده مباشره يبقى ممنوع من الصرف. او بعديه 3 حروف زي ميادين، مفاهيم، بس بشرط ان يكون اوسطهم ساكن. الحرف الاوسط في ال3 حروف اللي بعد الف المد يكون ساكن، زي هنا الياء. طيب لو متحرك ما تكونش ممنوعه من الصرف. لو تفتكروا كده زي كلمه عباقره، متحرك يعني عليه حركه، فتحه او خلافه او ضمه او كسره. عباقره، هنا الراء عليها فتحه فما تكونش ممنوعه من الصرف. فلاسفه، اباطره، كل ده مش ممنوع من الصرف. يبقى دي كده صيغه منتهى الجموع بفكركم بيها بكلمه ميادين. عندنا ايه تاني؟ ايوه، كلمه وسائل، ادي جمع تكسير اوسطه الف مد وبعديه حرفين، يبقى ممنوع من الصرف مباشره. عندنا كمان نوع تاني كلمه اكثر، ودي طبعا مش تبع بقى صيغه منتهى الجموع، دي تبع الصفات. عندنا 4 صفات ممنوعه من الصرف لسببين، وعندنا برضو الاعلام برضو بتبقى ممنوعه من الصرف لسببين. يبقى كلمه اكثر، كلمه الوسائل، كلمه ميادين. دي كانت مراجعه سريعه ومبسطه كده عشان ما تزهقوش مني. وان شاء الله النحو الترم ده مش صعب، لان احنا الترم ده تقريبا هناخد الدرس الاول كان واخواتها، انتوا اكيد حافظين، كنا اخدنا 8 اخوات لكان، هيزيد عليهم بعض الاخوات، وهنفرق بقى بامتى كنا خدنا كان وهي ناقصه. كنا بنعرف كان نقول فعل ماضي ناقص ناسخ. الترم ده هناخد كان واخواتها وهي ناقصه، وامتى تكون تامه. ده ان شاء الله اللي هناخده في اول درس بقى عندنا في المنهج، اللي هي الافعال التامه والناقصه.